السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يأمل أهلي جدة في وضع حد لتفوق الهلال عليه خلال مباريات الكلاسيكو عندما يتقابل الفريقان مساء الجمعة المقبل في الدوري السعودي، ويحل الأهلي ضيفا على الهلال ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين، في قمة يتطلع خلالها الراقي لكسر العقدة المستمرة في آخر 3 مباريات بين الفريقين. بخلاف عقدة غياب الفوز على الهلال منذ سنة 2020، فإن الأهلي يأمل في إنهاء العادة الصادمة التي تلاحقه في آخر 3 مباريات أمام الزعيم، وهي الريمونتادا الهلالية على مدار آخر 3 مواجهات كلاسيكو، بينهما مباراتان في الدوري وواحدة في كأس السوبر السعودي. بادر الأهلي بالتقدم، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه ليخسر في المواجهات ال3. البداية كانت في كلاسيكو الإنماء الجوهرة المشعة سابقا يوم 6 من مايو آيار الماضي ضمن منافسات الدور الثاني للدوري السعودي، عندما تقدم فرانك كيسي للأهلي في الدقيقة 30 من الشوط الأول، إلا أن الهلال عاد في الشوط الثاني وسجل هدفين عن طريق ألكسندر متروفيتش في الدقيقة 52 ومالكوم في الدقيقة 89 ليخطف الانتصار الثمين 2-1. تكرر الأمر في نصف نهائي السوبر السعودي هذا الموسم، عندما تقابل الفريقان في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، حيث تقدم أيضا الأهلي أولا بهدف روبرتو فيرمينو في الدقيقة 66 ليرد الهلال متأخرا جدا بهدف في الوقت بدل الضائع عن طريق متروفيتش بضربة رأس معتادة. ولأنها مباراة لا تقبل القسمة على 2، فقد لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي أدارت ظهرها للأهلي وابتسمت للهلال. أما كلاسيكو الدور الأول للدوري في الموسم الحالي فقد حمل سيناريو مشابها أيضا، بتقدم أهلاوي مبكر في الدقيقة 12 عن طريق الإسباني جابري فيجا، قبل أن يأتي الرد الهلالي عن طريق ثنائية ألكسندر متروفيتش بالدقيقتين 56 و78. ويأمل الأهلي في كسر تلك العقدة وتحقيق الانتصار على الهلال، علما بأن آخر انتصار للراقي في الكلاسيكو يعود إلى أغسطس آب سنة 2020 عندما فاز 2-1.